سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ازيكم يا احلى ناس، ان شاء الله تكونوا بألف خير. ده القسم الثاني من حكاية شين تلميذ سيد السيف، واللي لو ما شفتوش القسم الاول الاسطوري منه هتلاقوه في القناة او من قائمة التشغيل اللي هتظهر لكم دلوقتي حالا. ودول هم اللي اجابوا الاجابة الصح على سؤال الفيديو اللي فات. وبدون مقدمات تانية ما ننساش اللايكات الاسطورية منكم، ويلا بينا نكمل حكايتنا. بنفتكر شوية احداث من القسم اللي فات لما شين بطلنا كان بينقذ واحد من الكلاب الغرقانة، وبالصدفة كده وهو بينقذ الكلب وقع قعر بحيرة، وفي قعر البحيرة لقى حاجة، ولما لمسها طلع له منها سيد السيف، واتكلم معاه وقال له انه هيديله كل مهاراته بشرط انه هو يبقى اقوى من كده بكتير. وبالفعل علمه كل حاجة عنده، وبقى سيد السيف ده ملازم لبطلنا شين، واللي كان عايز يقوي قوته اكتر واكتر. وراح علشان يجيب عشبة من احد الغابات، ولقى هناك راجل عجوز بيتجول. ولما سأل الراجل العجوز عن العشبة دي وازاي يلاقيها، دله عليها بالفعل الراجل العجوز. وكمل بطلنا شين طريقه، وفجأة لقى تعبان عملاق بيهجم على ارنب صغير او حيوان صغير وبيكون عايز يقتله، فبيستنجد الحيوان الصغير ده ببطلنا شين علشان ينقذه. وبيعرف بطلنا شين انه الحيوان الصغير ده عنده ذكاء وهو ممكن يستفاد منه بحاجات كتيرة، فبيقرر انه ينقذه. وبيكمل بقية الاحداث. فعلا بطلنا شين بيقدر ينقذه من قدام التعبان العملاق وبيهرب بعيد، ولكن التعبان بيطلع قوي فعلا وما بيسكتش، وبيقوم لفف ديله علشان يضرب بطلنا اللي بيمسك الديل ما بين ايديه بسرعة وبخفة شديدة، وبيقول له انت بطيء قوي على فكرة. وبيقوم رازع التعبان في احد جوانب الجبل، فبيكسر به الاحجار وبيعمل ازعاج كبير قوي في الغابة، لدرجة انه بيوصل الصوت للراجل الكبير اللي في الناحية التانية من الغابة، واللي لسه مقابله بطلنا من شوية. وبعد ما بيتخلص شن من التعبان بقوته الاسطورية بيقول التعبان ده طلع اكبر بكتير مما توقعت. يا ستار يا رب، ايه المخلوقات الغريبة دي؟ بس المريب انه هو ما عندوش اي قوة في المعركة خالص، كأنه اول مرة يحاربني. ايا كان بقى انا اصلا ببذل مجهود كبير قوي ولسه برضه مش لاقي الاعشاب اللي انا عايزها. ولما بيسمع الارنب سيرة الاعشاب اللي شين بيدور عليها بيبان على وشه الاهتمام، وبيطلع اصوات غريبة وبيقعد يتنطط في حماس، وبينطلق في اتجاه معين بسرعة شديدة. فبيروح شين وراه وبيقول لنفسه الكائن ده بيحاول يوجه رسالة معينة ليا، وانا محتاج امشي وراه عشان اعرف هيوصلني لفين، بس يا ريت تبقى حاجة مفيدة. وبيمشي شين ورا الارنب وبيقول لنفسه الارنب ده شكله ذكي قوي، ده غير ان هو فاهم لغة البشر وعارف طريقتنا بالتفكير. وبيفضل شين يمشي ورا الارنب لحد ما بيوصل لاحد جوانب الجبل البعيدة، فبيتصدم بطلنا لما بيشوف منظر الاعشاب اللي موجودة هناك، وبيقول الارنب ده شكله حافظ الغابة كأنها بيتهم وهيبقى مفيد ليا، انا لازم اروح اشوف الاعشاب دي نوعها ايه. وبيتسلق بطلنا شين الجبل بصعوبة، وهو بيقول لنفسه حسب الحاجات اللي انا شفتها على الانترنت ففي اعلى الجبل ده اكيد في حاجات كويسة كتير وممكن تبقى بديل كويس للاعشاب اللي انا عايزها. وبالفعل اول ما بيوصل بيلاقي احد الاعشاب اللي هو محتاجها، فبيقول لنفسه اخيرا لقيتها، وبيحتفل. لكن احتفال شين ما بيكملش، بس يا ترى ايه الاعشاب اللي جنبه هناك دي واللي منوره؟ وبيستدعي على طول معلمه المحارب القديم اللي بيقول له الاعشاب دي هي روح النجم السحرية، وهي اعشاب خاصة جدا ونادرة ومش موجود منها كتير، تقدر تقول انها كنز على الارض. ده غير انها مش بس بتعمل اكاسير سحرية، دي زي كمان بتساعدني ان انا اتعافى والروح بتاعتي ترجع زي الاول. فبيقول شين طب يلا بينا نقطفها بسرعة، لكن قبل ما ايده تلمسها المعلم بيوقفه وبيقول له استنى، انت فاكرها بقدونس ولا ايه؟ فبيرد شين ايه المشكلة يا معلم، دي اعشاب مفيدة وانا عايزها، مش بسرق يعني ولا حاجة. فبيرد المعلم النوع ده من الاعشاب حساس جدا يا غشيم، انت لازم تتعامل معاه كأنك بتتعامل مع طفل صغير، مش هيبقى سهل انك تقطفها من الارض لانه هيدوب بايدك وما ينفعش ابدا تلمسه كده، خليني انا اللي اعمل العملية الحساسة دي. وفعلا اول ما بيمد شين دراعه بيظهر المعلم وبيمتص الاعشاب كأنها تعويذة جوه جسم بطلنا. وبيرجع شين بعد كده البيت وبنشوفه هو حاطط وعاء على النار وبيطلع اعشاب بيرميها فيه، بينما على وشه علامات عدم الرضا وفي دخان جامد طالع من الوعاء ده. وبيقول شين لنفسه يا دي القرف، انا لحد دلوقتي عملت 3 جرعات والثلاثه طلعوا زي الزفت، ما فيهمش اي قوه، ما فيش واحده فيهم مشيت زي ما انا عايز. يا ترى ايه الخرا اللي انا فيه ده؟ عايزين نخلص بقى عشان نبدا الشركه ونكسب ويبقى معانا فلوس. فبيظهر المعلم بتاعه وبيقول له اللي بيحصل ده بسبب كونك تلميذ غبي وحمار ديله طويل، انت مش مسخن الوعاء كفايه ليه يا خرا، انت محتاج نار اكتر من كده يا ولد. فبيقول له شين طالما كده يبقى سهله وبسيطه يا معلم، انا فكرت الحوار معقد وهيتعبني ولا حاجه، انا بس هعلي النار لحد اقصى درجه اخليها جعانه منها ونشوف بقى هيحصل ايه. لكنه اول ما بيعلي النار بيسمع صوت خبط جامد على الباب، فبيسيب الوعاء
بقى والبوتاجاز كله، وبيجري بسرعة على الباب وبيقول مين اللي بيضرب؟ عرف نفسك اللي بتخبط. ولكن لما بيفتح الباب بيتصدم انه قدامه هي البنت ليو، فبيقول لها انت بتعملي ايه هنا يا بنت؟ فبترد ليو انت بتعاملني كده ليه يا سافل انت؟ انا بنت جميلة جايه لك لحد باب بيتك، بدل ما تعزمني على الشاي ولا حاجة ساعة ولا حتى غدا بتقول لي انا جايه اعمل ايه، وبتعاملني بتكبر. وبتشم ليو الريحة اللي طالعة من البوتاجاز، فبتقول لشين ايه الريحة المعفنة اللي في شقتك دي؟ انت بتحنط بني ادمين جوه ولا ايه؟ شكلك القاتل المتسلسل اللي مدوخ الشرطة. فبياخد باله شين على طول ان هو سايب التقنية بتاعته على النار بتغلي، فبيجري على جوه زي المجنون وبيقول يا نهار اسود ومنيل انا نسيت التقنية. ولكنه اول ما بيوصل قلبه بينشرح من الفرحة لما بيلاقي انه الاكسير بتاعه اتكون على شكل حبوب، وده معناه انه هو نجح فيه. فبيمسك حبة فيهم في ايده وبيتأملها وهو في منتهى الانشكاح وبيقول لونهم حلو قوي، دول طلعوا احسن بكتير مما انا كنت متوقع. المخطوطة اللي عندي ما كانتش قايلة بالظبط هم المفروض يطلعوا عاملين ازاي، بس بما انه دي محاولتي يا دوب بالثالثة او الرابعة فده معناه نجاح ساحق. اكيد معلمي قليل الادب هيفرح بيا جدا، انا عملت اخيرا اللي محتاج اعمله، وشكل الفلوس هتجري معانا ونبقى اغنياء ونركب عربيات بقى ونسكن في بيوت غالية. لكن بتقطع تفكيره ليو اللي بتقول له سيبك من الهبل اللي انت بتعمله ده وركز معايا، انا في حاجة معينة عايزاها منك وهي مهمة جدا ليا. فبيرد شين ايه اللي انت عايزاه مني؟ فبتقول له ليو انا عندي حباية طالعة في وشي مجنناني بقالها كام يوم ومش عارفة اخرج بسببها، وبما انك خبير في الطب وكده يعني وانقذتني لما كنت في النادي الليلي، ارجوك ساعدني وقول لي المفروض اعمل ايه في الحباية دي. فبيرد شين حباية؟ ايه الخيال ده والهبل ده اللي انت بتقوليه؟ انت جاية لحد هنا عشان حباية؟ وبعدين بيفكر شوية وبيقول لنفسه اوبا ربما تكون دي فرصة حلوة اني اشوف تأثير الدواء اللي لسه انا عامله عليها هي، وهو برضه ابقى ساعدتها لما نديها منه بقى ونشوف ايه اللي هيحصل. البنت دي عبارة عن فار تجارب دلوقتي وجايالي لحد بيتي، وانا مش هسيبها غير لما اجرب عليها واستغلها كويس قوي. وبعدها بيقول لليو وطبعا انت جيتي للشخص الصح، انا خبير فعلا، والحباية اللي في ايدي دي هي عبارة عن وصفة جدتي القديمة للجمال والانوثة الطاغية، خديها كده وجربي وهتدعي لي. فبترد ليو وصفة جدتك ايه يا مغفل انت؟ ايه اللي انت بتحاول تضحك بيه عليا ده؟ الدواء ده شكله مصدر الريحة الوحشة المنتشرة عندك في البيت، وانت عايز تضحك عليا بيه صح؟ انت عايزني احط القرف ده في بقي؟ انت بتضحك على مين يلا؟ فبيقرب شين وبيقول لها بهدوء انت لسه مش بتوثقي في قدراتي الطبية يا انسة انت، احنا مش جربنا قبل كده وانت طلعت اللي غلطانة، المرة دي بقى ثقي فيا وسيبي لي نفسك خالص. فبترد ليو انا هثق فيك المرة دي وبس، لكن لو طلع في اي مشكلة انا هطلع عينك وهجرجرك في المحاكم، انت مش عارف انا عندي علاقات قد ايه في المدينة وعيلتي قد ايه جامدة فشخ. فبيقول شين يا دي القرف، وانا كل ما اقابل حد يقول لي عيلتي جامدة عيلتي جامدة، هو في ايه؟ وبتاخد ليو الدواء وبتقول انا حاسة انه في زغزغة بجسمي كله ومش قادرة اقف على رجليا كأني واخدة مخدرات، انا عمري ما حسيت بالراحة دي في حياتي قبل كده. فبيرد شين وهو مش فاهم حاجة اللي خدتيه ده دواء طبي مش مخدرات يا مدمنة يا بتاعت البتاع ده انت، ارجوكي ما تكبريش الموضوع كده. ولما شين بيبص لوشها مرة تانية بيكتشف انه الحباية اللي عليها اختفت، وانه جلدها بينور وبيشع بياض وحلاوة كأنها لسه خارجة من جاكوزي دلوقتي. وبيقول لنفسه فعلا الاكسير اللي انا عملته في الحباية طلع ليه تأثير احسن بكتير مما توقعت. ولما بتبص ليه في المراية بتستغرب جدا من شكل جسمها وانه شكلها صغر بتاع 10 سنين كده. فبتقرب من شين وبتقول له انت طلعت اعظم بكتير من اي حد انا قابلته قبل كده. لكن شين بيبعدها عنه وبيقول لها انت بتعملي ايه؟ انت امشي من هنا بقول لك. فبتضحك ليه وبتقول له شكلك بريء قوي وخام خالص ومش بتاع الحاجات دي نهائيا. فبيرد شين لا طبعا انت فاكراني شخص عادي وخايف منك؟ لا يا حلوه مش انا اللي فبترد ليو عليه في الحاله دي رجع لي تاني البوسه اللي انا بوستها لك دي. فبيقرب منها شين ببطء مخيف، فبتقلع على طول ليو فبيقول لها شين شفتي انك خفتي عشان تعرفي بس ان انا مش زيك، انا مش بتلاعب بالناس زي ما انت بتعملي، انا اللي بعمل حاجه بكون جد جدا فيها. فبترد ليو وهي بتتحداه يلا اعمل فيها اللي انت عايزه، مش انت راجل برضه ولا ايه؟ لكن شين بيغير الموضوع وبيطلع لها باقي الدواء وبيقول لها خدي الدواء ده واحده بس في اليوم عشان جلدك يرجع تاني زي الاول، دي هديه مني ليكي. فبيطلع المعلم بتاعه وبيقول له يعني انا علمتك الوصفه السحريه وجبنا كل الاعشاب الجامده دي وفي الاخر تديها للبنت دي وعشان ايه؟ عشان يا دوب عندها حبه في وشها، انت ما بتفهمش ولا ايه يا تلميذي؟ فبتقبل ليو الدواء من شين وبتسيبه وبتمشي. وبيقعد شين بعد كده يتامل لوقت طويل وبيقول الكتب اللي اداها لي المعلم دي عظيمه قوي، مش بس فيها طرق عمل اكاسير وحبوب طبيه، دي كمان فيها اساليب قتاليه زي مثلا اسلوب الخمس مبادئ، وده هيبقى حلو قوي ومناسب لواحد زي لسه يا دوب بادئ الرحله بتاعته كمقاتل يعني. وبيكمل شين تامل لحد ما بيفوق اخيرا وبيخرج بره الحاله دي. فبيقول انا بقالي 5 ايام بتامل، انا عملت كتير قوي من الحاجات الكويسه في
ال5 ايام دول، الوقت عدى بسرعة، انا برضو محتاج اكمل على كده لفترة اكبر. وفجأة بيرن تليفونه، ولما بيبص عليه بيتفاجأ انها ليو، فبيقول يا دي النهار الاسود ده، يا دي النهار الابيض، البنت دي عايزة مني ايه؟ وليه كل شوية ترن عليا؟ ولما ما بيرد شين بتبعت له رسالة ليو وفيها بتقول له انه ابوها مهتم قوي بالدواء اللي هو اداها لها، وعايز يقابله علشان يكلمه في شغل مهم يخص افكاره واختراعاته، ولازم يجي بكره يتغدى معاهم، ولازم يقبل بكل تاكيد. فبيقول شين لنفسه ابو ليو هو واحد من اقوى الناس في المدينه وعنده فلوس متلتله على قلبه، ولو قدرت اقنعه ان هم يتعاونوا معايا في الشركه فهيكون ساعتها معايا فلوس كتير قوي وراس مال اقدر بيه المشروع، وساعتها بقى هنكبر نصنع اكتر واكتر من الدواء ده. وبنشوف شين بعد كده راكب عربيه فخمه، والسواق بيقول له انت بقى الشاب الصغير العبقري اللي ليو بتتكلم عنه واللي عمل دواء مهم هيغير العالم. فبيرد شين انا ما عملتش اي حاجه من نفسي، الحاجات دي تم اعطاها لينا عن طريق جدودنا الكبار والمحاربين الخالدين، هم دول اللي علمونا وهم دول اللي يستحقوا الفضل، انا ما عملتش حاجه كبيره يعني. فبيقول له السواق انت متواضع جدا يا ابني، ودي حاجه كويسه في اي شاب صغير زيك لسه بيبدا حياته. فبيبص شين حواليه وبيقول هي المدينه دي اكتر مدينه نظيفه انا شفتها في حياتي، باين ان انا كنت عايش في صندوق زباله من غير ما اخد بالي، ايه العظمه والجمال ده كله؟ باين انه عائله ليو معاهم فلوس كتيره فشخ ومش عارفين يعملوا بيها ايه، بس انا عارف اخليهم يعملوا بيها ايه بالظبط. انا مبسوط قوي، الدنيا مشيت احسن بكتير من اللي انا كنت متوقعه. وبيوصل اخيرا السواق لمكان عائله ليو وبيقول لشين تقدر تتفضل يا سيدي، العائله كلها مستنياك جوه. فبينزل شين من العربيه واول حاجه بيقابلها في وشه بتبقى ليو اللي بتقول له انا بقالي كتير مستنياك ومستنيه اللحظه دي، مبسوطه انك جيت. وبتمسكه من دراعه وبتكمل معاه الطريق، لكن فجاه بيظهر ولد متعجرف اسمه هانزو وبيقول لشين انت مين بالظبط يالا وهي علاقتك بليو؟ وبيقرب من شين بعنف وبيقوم زقه ملبسه في العربيه وبيقول لليو مش معنى ان انت ما بتحبنيش انك تمشي مع اي واحد كده وخلاص، انت مش شايفه انه ده ولد ضعيف وفقير وشكله غبي؟ فبتزعق ليو في هانزو وبتقول له انت مين اللي قالك تتدخل في اللي مالكش فيه؟ الموضوع كله تحت سيطرتي انا ويخصني انا وبس، انا اللي اقول امشي مع مين وامشيش مع مين، انت خليك في حالك بس. فبيتفاجئ شين وبحركه ذكيه بيمسكها وبيقول لها يا حبيبتي انت ليه عامله دماغك بدماغ الولد التافه ده؟ ده مجرد كلب ملوش اي لازمه، ما تعصبيش نفسك علشانه يا قلبي. فبيقول له هانزو انت بتقول على مين كلب؟ ولما بيحاول هانزو يضرب شين تاني بيتفادى شين ضربته وبيقول له انت طلعت مش بس كلب، انت كمان طلعت كلب بطيء وضعيف مش عارف تضرب صح زي الرجاله. فبيرد هانزو انت عندك شويه مهارات وقدرات تتفادى ضرباتي، ايه يعني برضه قادر اعجنك دلوقتي. لكن شين المره دي ما بيردش ببقه وبيقوم مديله قلم حكومي كده مكسر له الجانب اليمين من وشه ومخلي شكله الباس قدام عائله ليو. فبيقول هانزو هو غاضب انت ما عندكش اي مبادئ قتاليه خالص ولا حتى رجوله ونخوه، وبتضرب من غير ما الاول تدي انذار انك هتعمل كده. ولما بيوصل اخيرا ابو ليو اللي هو السيد كينج بيقول الصغيرين زيكم مش محتاجين يكونوا بيضربوا بعض كده ولا عصبيين في التعامل مع بعض، العنف مش الحل لكل المشاكل يا اولاد، اتفضلوا عشان نقعد مع بعض جوه. لكن هانزو طبعا ما بيسيبش اللي بيحصل ده يعدي على خير وبيقول لشين هم ماشيين انا وانت لسه مشكلتنا ما خلصتش ولينا معركه تانية قصاد بعض، لكن مش دلوقتي، انا بس بحترم الحاج كينج فمش ههزقك قدامه. وبعد ما بيدخلوا البيت بيقعدوا كلهم على ترابيزه السفره، فبيقول كينج لشين ارجوك كل واتبسط واعتبر نفسك في بيتك، اللي انت عملته مع بنتي مش قليل وانا مش هنساه ابدا، انا سمعت ان انت انقذت حياتها قبل كده لما كانت في الملهى الليلي، وعشان كده انا في البدايه عايز اشكرك على كل اللي انت عملته ده، انت راجل شهم ما فيش زيك كتير. فبيرد شين سيدي انت مش محتاج تشكرني، انا ما عملتش حاجه غير الواجب، اي حد مكاني كان هيعمل كده واكتر كمان، هو ده اللي احنا اتربينا عليه. دلوقتي خلينا نتكلم عن الحاجات المهمه اللي احنا جايين علشانها، خلينا ما نضيعش وقت اكتر من كده، انت ايه رايك في الدواء اللي انا عملته لبنتك وعالجها؟ فبيضحك كينج بمرح وبيقول انا جربت الدواء على نفسي وهو شغال كويس وعاجبني خالص، اظن ان احنا لو عملنا شركه كبيره باسمنا احنا الاثنين وبدانا ننتج الدواء ده بكميات اكبر من كده فساعتها هنكسب كتير. فبيقول هانزو انا سمعت ان الحبوب دي ليها تاثير عظيم جدا وممكن تخلي الواحد يبقى شكله وصحته اصغر بكتير من سنه الحقيقي، ده غير انها هتزود كذا سنه في عمر البني ادمين العاديين وتخليهم اقوى وقادرين يعملوا حاجات مش عاديه. فبيرد شين واضح ان الموضوع مش بالبساطه دي، اظن انك بتحاول تكبر من حجم الحبوب لكن مش دي الحقيقه، واظن انه ده بسبب انك بارة ما بتفهمش. فبيرد هانزو انت مين اللي اداك اذن انك تتكلم يا ولد؟ انت مش اتكلمت، انت مالكش دعوه باللي انا بقوله وما تفتحش بقك خالص، رايي هو الكلام الحقيقي، ما تعارضنيش مره تانية، انت ولد جاي من المناطق الفقيره والفلاحين ما تعرفش عن الطب المتقدم اللي عندنا هنا ولا تعرف احنا بنفكر ازاي كطبقه عاليه في ايديها السلطه والفلوس، انت تقريبا ما تعرفش حاجه خالص اصلا.
وبتبقى قاعده كيان وهانا اصدقاء ليو، فبتضحك هانا على اللي بيقوله هانزو وبتقول كيان شين طلع غبي قوي ومش عارف حتى يدافع عن نفسه. فبيكمل هانزو سيد كينج شين ممكن يكون فعلا انقذ حياه ليو، بس هو عمل كده الحقيقه عشان يقرب منك ويستغل فلوسك وشغلك، مش اكتر من كده. حرام يعني، انا شايف انك تديله شويه فلوس وتطرده بره بيتك، هو ملوش اي لازمه في اللي احنا عايزين نعمله. فبيصرخ فيه كينج انت غبي يا هانزو، ازاي تهين الضيوف بتوعي وفي بيتي وقدامي؟ شين اللي مش عاجبك ده هو اللي عمل الحبوب اللي احنا هنقوم عليها الشغل بتاعنا، ولو كملت بالكلام الفارغ ده وبتتكلم عن الراجل بشكل مش حلو هطردك انت بره البيت وهمنعك من دخول شركتي. فبيقول له هانزو هو مصدوم شين هو اللي عمل الحبوب دي؟ ازاي وامتى وازاي ما حدش يقول لي الكلام ده من بدري وسايبيني كده حمار؟ فبيرد شين طبعا انت ما كنتش متوقع انه ده يحصل خالص صح؟ اشرب بقى واعرف مين فينا اللي فلاح بجد. فبتقول ليو النهارده وقدام الناس دي كلها انا عايز اقول لك حاجه يا هانزو، انا مش مهتمه بيك ولا عمري ههتم بيك، انت بالنسبه لي اخ مش اكتر، فارجوك ابعد عني. فبيقوم هانزو هو متعصب وبيقول لكينج سيدي جوازي من ليو حاجه احنا كلنا اتفقنا عليها قبل كده، ارجوك ما تسمح لهاش انها تعمل اللي هي عايزاه وخلاص، الامر مهم جدا بالنسبه للعيله كلها. فبيقول كينج الجوازه دي تم التجهيز ليها من جدها وانا عمري ما اهتميت بيها اصلا ولا وافقت عليه، يعني انت بس اللي شايف انها لازم تتجوزك وكلنا ضدك. فبتقول هانا لهانزو شين ذكي قوي وعنده كتير من المهارات، انت كل اللي معاك هم شويه فلوس زائد اسم عائلتك، تقدر تقول لي ازاي اصلا هتنافس على قلب ليو وانت خايب كده؟ فبتكمل كيان شين وليو هيبقوا لايقين على بعض قوي، على فكره انا قادره اني اتخيلهم هم مع بعض وقاعدين وبيتجوزوا. فبيتعصب هانزو وبيقول جوازي من ليو ده مكتوب قبل كده على ورق وده لازم نحترمه، لكن شين المره دي ما بيستحملش اكتر من كده وبيقوم رازع هانزو قلم على وشه وبيكسر له الخدين بتوعه وبيجيب له يا عيني صداع نصفي وبيقول له انت ازاي عايز تتجوزها غصب عنها يا حمار؟ انت مش سامع الكلام اللي بيتقال؟ انا بقى علشان تبقى فاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل. فبيقع هانزو على الارض في منظر مهين وبيقول لشين انت بتضربني في وشي مره تانية. فبيقول كينج لنفسه شين ضرب هانزو مرتين، هو ما خايف من عيلته ولا خايف من فلوسه، انا عجباني قوي الدماغ دي وعايز شين يفضل جنبي ويساعدني. فبيجري هانزو عشان يخرج بره البيت وبيقول لشين الانتقام منك هيجي بس على طبق بارد، استناني لحد ما اجيلك. فبيرد شين عليه مستنيك لكن ما تتاخرش عشان امشي كمان شويه. فبيقول كينج لشين ارجوك ما تزعلش من الغبي ده، اقعد بس الكل كده وروق على حالك، وبعد الاكل هنقعد نتكلم في البيزنس ونتفق على الخطوات التانية وننسق ازاي هنبدا الشركه الجديده دي. وبنشوف بعد كده شين هو قاعد في مكتب كينج وكينج بيقول له انا مهتم جدا بالشغل بتاعك وبالمهارات اللي عندك وعندي ايمان ان احنا هننجح وهنعمل شغل جامد مع بعضينا، انا متفائل وده مش طبيعي، فده معناه اني شايفك حاجه كبيره، ايه رايك ان انا ادفع كل راس المال من جيبي الخاص ويبقى لي 30% من حصه الشركه؟ فبيرد شين زي ما هو معروف عنك يا سيدي انت شخص مباشر جدا وعارف انت عايز ايه بالظبط وده شيء بيعجب اي حد بيك، انا موافق طبعا على اللي انت بتقوله وفخور اني هشتغل معاك. فبيقدم له كينج العقود عشان يبص عليها وبيمضي شين العقد. فبيقول له كينج انا سمعت ان انت ساكن في بيت انت مأجره، هو بيت في حته مش حلوه، ده غير كمان ان هو بعيد جدا عن الجامعه بتاعتك، ايه رايك انك تاخد البيت بتاعي اللي في وسط المدينه واللي هيبقى مريح جدا بالنسبه لك؟ فبيقول شين لنفسه ده راجل مهم ومش لازم ارفض هديته ابدا. فبيقبل شين البيت من كينج وبيقول لنفسه مع العقد اللي انا مضيته ده كل شيء بقى جاهز للي انا عايز اعمله والحياه شكلها تحلو، دلوقتي الخطوه الجايه ان انا الاقي مكان افتح فيه الشركه، شكل الدنيا هتلعب معايا وهبقى راجل اعمال جامد قريب. وبيروح شين بعد كده لصديقه زورو وبيحكي له على كل اللي حصل. فبيقول له زورو اخي انت سريع جدا يا اخي. فبيقول له شين مفيش داعي ان احنا ناجل اكتر من كده يا ابني، ومفيش داعي ان انت تبقى زعلان من اي حاجه بتحصل لك، خلاص اعتبر نفسك انه مستقبلك تم تامينه وما تقلقش ابدا، انت هتفضل بخير لفتره طويله طوال ما انت معايا. فبيرد زورو في الحاله دي انا بوعدك اني مش هخيب ظنك ابدا وابذل كل مجهودي ومع بعض هنعمل احلى شغل. فبيرن تليفون شين وبيلاقي ليو اللي بتتصل ولما بيفتح بتقول له ابويا عارف ان انت النهارده بدات تدور على مقر للشركه بتاعتنا وعشان كده قال لي ان انا لازم اروح اجيب لك عربيه نظيفه كده تليق بمقامك الجديد كرجل اعمال مهم وتقدر تعتبرها هديه بمناسبه افتتاح الفرع الاول من الشركه بتاعتك. فبيرد شين واكيد هيبقى قله ادب مني رفض هديه قيمه بالشكل ده، انا طبعا بقبلها وبشكركم جدا على اللي انتم بتعملوه. وبيقوم شين عشان يروح للمكان اللي فيه ليو واللي بيبقى معرض عربيات فخمه قوي وبيقول لها اول ما بيوصل انا اسف جدا النهارده الدنيا زحمه جامد في الشوارع. فبترد ليو بما انك اتاخرت فانا اللي هختار لك العربيه وجبت لك عربيه جامده قوي من ماركه بورش مفيش منها غير كم عربيه يا دوب في العالم كله هتعجبك قوي. فبيقول شين مفيش منها غير كم عربيه في العالم ده شيء عظيم قوي، دي اكيد غاليه قوي. فبترد ليو لا غاليه ولا حاجه، انت بس
بس ركز معانا وحياتك هتبقى احسن بكتير وهتركب احسن منها، وكل العربيات اللي انا بملكها مفيش منها كتير في العالم، هو ده اسلوبي في الحياة. وبتبقى واقفة معاها كيان اللي بتبص في التليفون وبتقول العربية دي عاملة يا دوب 3 مليون عملة، فعلا طلعت رخيصة. لكن شين طبعا بيتخض من الرقم ده وبيقول 3 مليون مش غالية شوية يا ليو؟ فبترد ليو الفكرة كانت فكرة والدي، هو قال لي طالما حد قرر ان هو يفتح الشغل بتاعه معانا فلازم يكون معاه عربية جامدة تليق بيه عشان يبان قد ايه هو غني قدام الناس ويعرف يخلص مشاويره اسرع. ودلوقتي انا مضطر اسيبك عشان رايحة اشتري شوية حاجات مع كيان من المول، اشوفك بعدين. فبيقول شين لنفسه الناس الغنية دي عندهم دماغ غريبة وبيفكروا بشكل مش مفهوم بالنسبة لي، يا ترى هو ده تأثير الفلوس الكتيرة؟ هم كلهم متكبرين كده ولا في منهم ناس متواضعين عادي زينا؟ وفجأة بيقطع تفكيره ظهور ليلي حبيبته القديمة اللي بتقول له انا بقالي كتير قوي ما شفتكش يا شين يا فقير يا بتاع انت اشتغلت هنا بياع عربيات ولا ايه؟ فبيرد شين انا هنا عشان اجيب العربية بتاعتي. فبترد ليلي وهي بتضحك تجيب عربية ازاي يعني؟ انت مش ملاحظ انه المكان ده غالي قوي عليك؟ انت يا دوب اخرك تجيب عجلة عربية من اللي موجودة هنا بالمرتب بتاعك ده. فبيجي واحد بكرش كبير وبيقول لليلي مين الشاب ده يا ليلي؟ فبترد ليلي ده حبيبي القديم اللي انا حكيت لك عليه قبل كده، فاكره؟ الراجل الغلبان الفقير الشحات الكلب النونو. فبيسلم الولد على شين وبيقول له انا اسمي لي، انا عارف ان انت فقير وشحات ومعكش اي حاجة، ايه رايك اديك عربية على حسابي واخد منك 8% بس فايدة كل سنة؟ فبترد ليلي انت بتكرمه جامد قوي يا لي، هو اصلا ما معهوش حتى مقدم يدفعه لاي عربية هنا، ده اصلا شكله واحد يسوق عربية غالية، ده اخره يسوق توك توك بتاع 3 عجلات. فبيضحك ليه وبيقول الكلام ده حقيقي، بس انت عارفاني يا حبيبتي بحب اعمال الخير وبحب اتبرع للفقراء الشحاتين. لكن فجأة بيجي واحد من الموظفين بتوع المعرض وبيقول لشين سيدي العربية بتاعتك جاهزة. واول ما بيبص ليه وليلي عليها بيكتشفوا انها عربية غالية قوي. وبيقول الموظف سيد شين تحب نوصلها لحد مقر الشركة بتاعتك ولا تحب تسوقها وتمشي بيها؟ فبيرد شين ارجوك وصلها للبيت بتاعي، ده العنوان بالتفصيل. وطبعا بتتصدم ليلي هي وليه لما بيشوفوا شكل العربية، وبتقول ليلي العربية دي غالية جدا، ده مفيش منها غير يا دوب كام عربية في العالم كله. فبيقول ليه ازاي الولد التافه ده قادر يبقى عنده عربية غالية كده، دي اغلى من عربيتي اصلا. فبيرد شين عليه طالما هي عجباك ايه رايك ان انا اديها لك وبسعر قليل كمان وفايدة 8% بس، عشان انت اكيد معكش فلوس تدفع تمن عربية غالية كده. فبيرد ليه واحد فلاح زيك مش هيفهم احنا ازاي بنفكر في الطبقة العالية، انت فاكر ان احنا مهتمين بالحاجات المادية دي، لكن احنا بالحقيقة مش فارقة معانا، الغني غني بقلبه مش بفلوسه. وبيدي شين كارت من جيبه وبيقول له بكرة الفرح بتاعي على ليلي حبيبتك القديمة، تعالى وانا هوريك معنا انك تبقى غني من الطبقة العالية. فبيقول له شين مفيش مشكلة انا هاجي لك بكرة وعايزك توريني كل حاجة عن الاغنياء وتفتح عينيا على اللي انا مش شايفه. وبنشوف شين تاني يوم هو لابس بدلة غالية جدا وخارج من البيت متشيك كأنه هو العريس. وبترن ليو عليه وبتقول له يلا تعالى لي البيت خدني معاك انا عايزة اخرج. فبيرد شين انا مش فاضي النهاردة وعندي حاجة مهمة لازم اعملها. فبتقول له ليو انا عارفة ان انت رايح عشان تبوظ الفرح بتاع حبيبتك القديمة. فبيستغرب شين وبيسألها وانت عرفت منين الكلام ده؟ فبترد ليو انا عيوني في كل مكان ومسيطرة على البلد دي كلها وسمعت اللي انت عايز تعمله اول ما رحت البيت، يلا بسرعة تعالى خدني من هنا، لو ما عملتش كده انا هخليك تندم ندم شديد على فكرة. فبيقفل شين معاها وبيقول انا مش عارف البنت دي بتفكر ازاي وعايزة مني ايه. وبيروح شين للبيت علشان ياخدها ولكنها ما بتخرجش من البيت لوحدها، بتخرج هي وكيان وهانا وكلهم بيبقى شكلهم حلو قوي ولابسين لبس غالي ومجوهرات والماس وحاجات يابا من اللي احنا مش هنعرف نجيبها دي. فبيقول لها شين انت ليه جايه وانت وباقي العصابه بتاعتك؟ فبترد ليو انت فاكر ان انت عشان تروح تخرب فرح واحده ممكن تروح كده لوحدك؟ احنا جايين معاك كلنا عشان نساعدك، احنا دلوقتي فريق يا شبح ومش اي فريق، احنا نقدر نقلب اي مكان نروحه. وبنروح بعد كده للفرح بتاع ليلي وليه وبنشوف واحد من الناس المهمه جدا واقف بيسلم عليهم. وبعد ما بيمشي بتقول ليلي انت شكلك جامد قوي يا زوجي العزيز، في ناس مهمه جدا جايه لك الفرح ده وعامله لك حساب. فبيقول لها ليه طبعا انت لسه شفتي حاجه، ده لسه اللي جاي احلى بكتير. وبيوصل شين بالعربيه بتاعته هو والبنات اللي معاه وبتنزل ليو اول واحده من العربيه وبيعجبوا الكل بجمالها الساحر وبيصوروها. وبيقرب منها ليو وبيقول لها سيدتي انا مبسوط جدا ان انت جيتي الفرح، ايه الجمال ده كله، انت اكيد بنت حد مهم في المدينه، انت اكيد ملاك مش انسان عادي زينا. وبيبان قوي ان هو بيعاكسها. فبتقرب منه ليلي وبتقول له يا غبي ايه اللي انت بتعمله ده، احنا لسه يا دوب في فرحنا وانت بتعاكس واحده تانية، انت كده جامد يعني. وبتنده ليو على العربيه وبتقول له عزيزي اخرج يلا خلينا ندخل الفرح. فبيخرج شين فبيتصدموا كلهم وبالذات ليلي اللي بتبقى مش مصدقه انه شين مصاحب بنت جميله وغنيه كده، ده غير كمان شياكته وعربيته الفرهه. وبتضايقها اكتر ليو لما بتبص لها هي وجوزها وبتقول لهم انا بتمنى لكم حياه سعيده مع بعض انتم الاثنين.
فبيقولوا المعازيم البنت اللي لسه نازله من العربيه دي اجمل بكتير من العروسه، والعروسه جنبها تعتبر راجل مش ست اصلا. فبتقول ليلي لنفسها اكيد البنت دي ممثله وشين جايبها مخصوص عشان يغزني ويخليني اندم ان انا سبته واتجوزت ليه، انا هوريه. ولما بيقعد شين في الفرح عشان ياكل بتجي له ليلي هي وليه وبتقول له ليلي انت ازاي جالك عين تاكل في فرحنا؟ فبيرد عليها ليه سيبيه ياكل في حاله بقى يا ليلي، هو اكيد دافع كتير للممثلين اللي معاه عشان ييجوا يعملوا النمره دي علينا، هو ما معهوش اصلا فلوس يتعشى فجاي يتعشى عندنا. فبيرد عليهم شين انتم لازم تاخدوا بالكم من كلامكم كويس قوي، انتم مش عارفين الشخص اللي جنبي ده مهم قد ايه. فبيضحك ليه بشده وبيقول له انت لسه بتحاول تمثل علينا وعايز تفهمنا ان انت ما اجرتش البنات اللي جنبك دول عشان تعملوا لينا مشاكل وحوارات بالفرح وتخلونا نندم. ارجوك قولي لو انت محتاج فلوس عشان تدفع لهم بعد الفرح، انا معايا فلوس كتيره وممكن اسلفك، انت اكيد معكش فلوس تأجر بنات جميله كده لوحدك. لكن فجاه بيدخل السيد هودي وهو مالك الشركه اللي شغال فيها ليه، واول ما بيدخل بيحييه على طول ليه بكل ادب وتواضع، لكن هودي بيزيحه بعيد كانه شنطه زباله كده وبيدخل يسلم على ليو وبيمسك ايديها وبيقول لها السيده ليو انا مش مصدق انه عينيا شايفاكي، انا عارف قد ايه انت مهمه وانك ما بتروحيش اي مكان كده بسهوله لانك مشغوله دايما، بس وجودك هنا النهارده هو شرف لعائله هودي كلها، ارجوك تقبلي احترامي ووصلي سلامي لوالدك الغالي. فبيتصدم جدا ليه لما بيشوف اللي بيحصل ده وبيعرف انه ليو الحقيقيه هي بنت السيد كينج رجل الاعمال الغني جدا والاغنى في المدينه. وبتقول ليلي ما طلعتش ممثله زي ما احنا كنا فاكرين يعني، شين طلع جايب بنات حقيقيه ولاد ناس واغنياء ومهمين قوي كمان. وبتبقى ليو مش عارفه مين الراجل اللي بيسلم عليها ده، فبتقول له جايز يبان سؤالي غريب بس انت مين يا راجل يا عجوز؟ فبيرد الراجل انا هودي ملك احد اكبر شركات العربيات في المدينه، انا قابلتك قبل كده في عشاء العمل اللي انتم كنتم عاملينه عندكم في الشركه في السنه اللي فاتت، وحاجه تشرفني ان انا اقابلك مره تانية كده، اظن انك هتفتكريني. فبتقول له ليو خلاص انا افتكرتك. فبيسالها هودي ومين الراجل اللي انت قاعده معاه ده؟ فبترد ليو ده شين فان حبيبي، هو مش مجرد راجل اعمال وخلاص، لا هو اللي عامل الاكسير بتاع الشباب، انا مش عارفه انت سمعت عنه قبل كده ولا لا بس ده ثوره في عالم الطب الحديث. فبيقول شين لليو هو انت ليه كشفت ان انا اللي عامل الاكسير؟ احنا ما اتفقناش على كده يا وليه. فبترد ليو دي فرصه حلوه ان احنا نسوق للمنتج بتاعنا، امشي ورايا بس وهتكسب وهتبقى جامد. وفعلا بيجي له هودي وبيسلم عليه بكل حراره وبيقول له انا ما توقعتش اني اقابلك هنا يا سيدي، انا لسه سامع عن الاكسير بتاعك وواضح ان هو منتج هيكسر الدنيا ويغير حياتي كتير، قول لي انت ايه اللي جابك فرح ليه؟ فبيرد شين انا جاي ابارك عادي جدا، انت عارف ان احنا ناس مهمين ولازم نيجي لبعض في الافراح، بس واضح انه ليه مش بيحبني خالص وبيعاملني معامله وحشه من ساعه ما جيت. فبيكشر هودي وبيبان عليه غضب شديد وبيقول ليه انت ازاي تعامل اسيادك وسيدك شين كده؟ تعال لي دلوقتي حالا نركع قدامه هو والسيده ليو قبل ما اغضب عليك وارفضك من الشركه يا مهزأ. لكن طبعا ليه بيكون في قمه الغضب من اللي بيحصل وبيقول له انت عايزني انا اركع قدامهم؟ وبيسمع على طول المعازيم حواليه بيقولوا انه ليه عامل من نفسه مغفل كبير قدام شين، وبالذات لما السيد هودي وصل. فبيوصل ليه لاقصى مراحل الغضب وبيقول لهودي طالما هو كده متضايق مني فانا هوريه ايه اللي هيضايقه فعلا ويعصبه بشده. وبيقرب من شين وبيمسكه من البدله بتاعته وبيقول له انا هوريك ايام سودا يا هباب انت، وبينزل عليه بضربه مميته. فيا ترى هيعمل ايه بطلنا في المواجهه دي، ولا يقدر انه يثبت نفسه قدام ليو والسيد هودي في حفله كبيره زي دي؟ هنعرف كل ده واكتر في الحلقات الجايه، فاستنونا يا شباب. اما عن سؤال حلقه النهارده فهو هيكون كالاتي: بكم كانت العربيه البورش اللي جابتها ليو لبطلنا شين؟ اللي اجاوب صح هيطلع تعليقه معانا في بدايه الفيديو اللي جاي. بس كده يا شباب اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم وتذكروا الله. شكرا، سلام.